السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في مطبخ عفيفة كيتشن. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا دوزتوا لعيدكم على خير وبخير. وصفه اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم دجاج طايب في الكوكوط بالكمون، كيجي لذيذ بزاف مع سلطه صحيه. نبداو ان شاء الله في الطريقه ديال التحضير والمقادير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا اللحم، دايره تقريبا 8 طريفات ديال اللحم، ويمكن لكم ديروا على حسب افراد الاسر ديالكم. عندي ربيع مقطع قزبر ومعدنوس، عندي معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال السمن، وجوج دروس الثومه محكوكين، ما تكثروش الثومه. عندي معلقه كبيره ديال التحميره، فلفله حمراء، وعندي قزبر يابس معلقه، وعندي الكمون معلقه كبيره ديال الكمون، وعندي الابزار معلقه صغيره ديال الابزار، وشويه ديال زيت العود والملح. نبداو ان شاء الله في الطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ طريفات ديال اللحم نضيفوا عليهم داك العطريه اللي ذكرت معكم، القزبر يابس، التحميره، الابزار والكمون، وغادي نضيفوا الربيع تقريبا واحد 4 المعالق ديال الربيع مقطع، وغادي نضيف زيت العود تقريبا غير 2 المعالق ديال زيت العود، ماشي بزاف لان اصلا غنميت يطلق اليدام، وانا ما محتاجاش هذا المرقه، يعني غادي يجي بحال لي محمر صافي. وغادي نضيفوا 2 دروس ديال الثومه محكوكين كما قلت لكم، ما تكثروش الثومه، وغادي نخليو الزبده والسمن حتى كنديروا في الكوكوط، عاد غادي نزيدوا السمن والزبده. نديروا كما قلت لكم 2 معالق تقريبا ديال زيت العود. غادي نخلطوا داك اللحم مع العطريه مزيان مزيان صافي. وغادي من بعد ما كنتبلوا اللحم غادي نديروها في الطنجره ديال الضغط باش طيب على عافيه مهيله بدون حتى نقطه ديال الماء، لانه كيطيب وتيولي زبده، ما كنحتاجوش الماء الا درنا على عافيه مهيله. تسمحوا لي نسيت نذكر معكم الملح، غادي نضيف معلقه صغيره ديال الملح صافي. كنحركوا داك اللحمه مع الملحه وكنضيفوهم، وكنديروا طريفات ديال اللحم في الطنجره ديال الضغط. من بعد كناخذ كوكوط كنضيف فيها، كنستف فيها الطريفات ديال اللحم. كما قلت لكم ما تضيفوش الماء ما تضيفوش الزيت، راه اصلا غميتي يطلق ليدام، وحنا ما محتاجينش اساسا ليدام لانه غادي نطيبو بلا ماء صافي. من بعد ما كنديروا الطريفات ديال اللحم في الكوكوط، غناخذوا معلقه ديال الزبده اللي ذكرت معكم والسمن ونضيفوهم، وغادي نسدو على اللحم، وغادي نديروها على عافيه مهيله بحال الشمعه ساعتين، وعاد ان شاء الله نرجعوا باش نشوفوا اللحم من بعد ما كطيب. غادي دابا من بعد ما سديت الكوكوط غادي نديرها على عافيه مهيله وندير الصفاره ونخليها ساعتين، وغادي نمر ان شاء الله باش نوجدوا الشلاضه اللي غادي نرافقوها مع اللحيمات اللي وجدنا اليوم. بالنسبه للشلاضه اللي غادي نحتاجو ليها اليوم، عندنا الخس، عندنا الطون، عندنا المايس، الذره معلبه، عندي هنايا 2 حبات ديال الخوخ. يمكن لكم تعوضوا الخوخ بالافوكا بالاناناس باللي متوفر. غادي ندير خيزو وبطاطا مسلوقين ومطيشه سوري صغيره، ولا كانت كبيره شويه قطعوها. انا غادي ندير هاد الصوص ديال السلطه ديال المايونيز، واللي ما متوفراش عنده يدير مايونيز مع زيت العود والحامض ملح وابزار وشويه ديال الربيع صافي. سهله ماشي شي حاجه صعيبه. كنفرشوا الخس في الصحن ديال السلطه، وكنضيفوا مطيشه سوريس كنوزعوها كذلك في الطبسيل صافي. هكا تنوزعوا كاع الخضر اللي عندنا. يمكن لكم تضيفوا الخيار الا متوفر، انا ما متوفرش عندي، اللي متوفر عندي في الدار درتو صافي. غادي نضيف البطاطا مسلوقه كذلك نوزعها بنفس الشكل، باش حيت ما غاديش نخلطها غنخليها كيف ما غنقادها معكم دابا. وكنضيفوا الصلصه غير من الفوق. غادي نضيفوا خيزو مسلوق كذلك،
غادي نضيف المايس، الذرة. بالنسبه للطون يمكن لكم تعوضوا الطون الا كان كروفيت، نشحروه شويه. الا كان دجاج اللي متوفر، انا ما بغيتش ندير دجاج ولا، المهم ما بغيتش ندير اللحم لان اصلا انا غادي نرافق هاد الشلاضه مع اللحم، ما بغيتش ندير فيها الدجاج. صافي كنضيف كنوزع داك الطون كذلك على التبصيل ديال الشلاضه، وغادي نضيف داك الخوخ من الفوق. كما قلت لكم الخوخ عوضوه بلافوكا، بالاناناس، باللي حبيتو زعما اللي متوفر عندكم. صافي غادي نوزعوا الخوخ كذلك على هذا الشكل هذا فوق الخضر اللي ضفناها. صافي وكنضيفوا لاصوص ديالنا، وصافي ها السلطه ديالنا واجده باش نقدموها. صافي كناخذ داك لاصوص وكنضيفها هكا غير من الفوق غير شويه. صافي وها السلطه اللي غادي نرافقوها مع اللحمات اللي وجدنا معكم واجده. غادي نمروا ان شاء الله باش نشوفوا اللحمات من بعد ما طابوا. صافي هكا نكون تقريبا ساليت الوصفه ديال اليوم، سهله مهله وخفيفه ظريفه دغيا كتوجد وصحيه. صافي كنحلوا الكوكوط على اللحم بعد ما دازت عليها ساعتين. كيف ما كتشوفوا راه تيطلق ليدام بزاف، داكشي علاش نقول لكم ما ديروش الزيت اصلا، ما حنا ما محتاجينش داك ليدام. صافي من بعد ما طابت اللحم كنديروها في الطبق ديال التقديم وكنقدموها بالصحه والراحه. ما بقى الان الا نتلاقاو مع الشكل النهائي ديال طبق اليوم. الى عجبتكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي، وإلا كنتم مشتركين في القناه ما تنساوش لي كومونتير رايكم في الفيديو. نهايه الفيديو هذا هو الشكل ديال السلطه اللي وجدت معكم اليوم، راه كتجي جديده وصحيه، وهذا اللحم كذلك كيجي طيب زبده. الا جربتوه راه اكيد غادي يعجبكم لان ما تشبعوش منه. وبقى الا نقول لكم الصحه والراحه وعيد مبارك سعيد وشهيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.